رجوع النادي الاهلي يا جماعه. يعني النادي الاهلي دلوقتي تمارين احنا بنشوفوها قلتها مره واتنين ومليون. الاهلي بيتمرن بشكل كويس وتمارين 10 على 10، وفي التمارين تحس ان هو هيمسك اي فريق يقطعه، لاحترام لاي فريق يعني. بتشوف اللعيبه في التمارين تحس ان هم لعيبه في الدوري الانجليزي. يجوا في الماتش يا جماعة، يجوا في المباراة تحس ان هم فراخ دايخة، فراخ واخدة حقن يعني كده عشان تدوخ. ما مش لعب يا جماعة، احنا ده مش لعب واداء النادي الاهلي اللي احنا بنستنظروه. ده عايزين حاجة ان احنا نشوفوها في شكل النادي الاهلي باداء، بفوز، ب3 نقط. دلوقتي احنا انت بتلعب دلوقتي في افريقيا. يعني الماتش ما فيهوش تردد، الماتش لازم تكسب فيه، لازم تكسبه. ما ينفعش، ما فيش اي تعادل، ما فيش اي خسارة. تخسر تاخد بعضك وتطلع، تتعادل تاخد بعضك وتروح. يا جماعة لازم فوز، لازم تفوز. بص، بأقل حاجة تفوز. فوز، لو حتى لو جت بنص هدف فوز يا عم، المهم ان انت تفوز وتطلع. بص، بفوز. تمام، احنا اهم حاجة عندنا الفوز. ما انت مش هتخسر بطولة، تخسر الدوري وهتخسر الكاس وهتخسر دوري ابطال افريقيا وهتخسر. ليه يا عم؟ وانت تخسر ليه؟ انت عندك سكواد لعيبة بسم الله ما شاء الله عليه. عايز مدرب صح يوظفه، عايز مدرب صح يحط اللعيبة في مكانها. انا وجهة نظري ان بن شرقي ده يلعب مهاجم، هيحل لك كل اللي انت فيه، هيحل لك كل المشاكل الدفاعية، الهجوم اللي انت فيها. يا جماعة انت عندك ناس هتخدم عليه. وبن شرقي ما شاء الله عليه، يعني هيكون اضافة كبيرة خالص للنادي الاهلي. العب وشارك واديها وخش. خلي قلبك جامد. احنا عايزين مدرب يا جماعة يوظف اللعيبة صح، مدرب يحط اللعيبة في مكانها. كل لاعب يتحط في مكانه عشان يعرف يدي ويعرف يلعب ويعرف يروح ويعرف يجي. انما احنا عندنا مدرب بيحط اللعيب بيلعب في اليمين لا يحطه في الشمال، يلعب في الشمال يحطه في اليمين، واللي بيلعب دفاع يحطه ايه يا جماعة؟ ده مش لعب يا جماعة. لازم إدارة النادي الأهلي تتدخل، لازم إدارة النادي الأهلي تتكلم تقول للمدرب النادي الأهلي دي ستروب، تقول له يا جماعة وهو وليد صلاح الدين، التشكيلة اللي انت بتحطها دي تشكيلة غلط، اللعب اللي انت بتلعبه ده لعب غلط، لازم تحطه، لازم تلعب لعب صح، لازم تدي أداء صح في النادي، لازم تعمل شغل في النادي الأهلي لا يحتمل الخسارة في أي مباراة جاية. لايك وشير يا جماعة، وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، واشتراك في القناة.